بسم الله الرحمن الرحيم. سيادنا السلام عليكم. اليوم الموضوع ديالنا موضوع مهم، داكشي علاش جيت انا وقفت في هذه المناظر الطبيعيه الخلابه بمدينه نيون بسويسرا. الموضوع ديالنا ما كيتعلقش بالمقاطعه اللي كنا هضرنا عليها، ولا كيتعلق بو 20 ولا سيز بزافي. هاد الناس هادو الا كانوا داروا شي حاجه غلط اكيد غادي يديو عليها، اما الا كانوا مظلومين كاين الله ان شاء الله اللي كينصر كل مظلوم وكيعاقب كل ظالم. المهم حنا باش ما يسيسوناش هذه المواضيع ديالنا، حنا بعادين على السياسه في هذا الموضوع هذا، ولكن كندافعوا على واحد الحق من الحقوق ديالنا اللي غنشرحوا لكم دابا. الموضوع ديالنا كما قلنا هو كيتعلق حلول العطله الصيفيه، وان شاء الله الناس العائلات كنشوف بزاف كتمشي للمغرب، وهذا الحمد لله، لان مازال كاين بزاف ديال الجاليه المغربيه اللي عندهم الحب للوطن، وداك الحب للوطن كيحاولوا يدوزوه للابناء ديالهم، وان شاء الله هما كما يدوزوه حتى هما الاولاد ديالهم، وتبقى غادي هكا. ولكن الا بقى غادي واحد المغرب ديالنا بواحد النهج اللي ماشي المغرب ديالنا المغرب مسكين ما دار والو، واحد الناس اللي كيديروا واحد القرارات عندنا في المغرب اللي هي قرارات بعض المرات راه ما كتفهم والو، لانه كتبقى تشوف ذاك القرار شنو هي الفائده ديالو اللي كتعود به على الشعب ولا على المواطن ولا على المغرب، ما عنده حتى شي فائده. ولهذا كنلاحظوا عزوف كثير من الشباب ومن العائلات المغربيه اللي ولاو يفضلوا يمشيو يقضيو العطله الصيفيه ديالهم مثلا في تركيا ولا في اسبانيا ولا في اي جزر ولا اي مكان، وهذا بالنظر لانهم ولاو كيتعرضوا لواحد المواقف في المغرب اللي كتشوف مثلا كنسمعوا مثلا هادشي ديال الكريساج وهادشي المسائل هذه، بغض النظر على انه حنايا ملي كتدخل ملي كتحط رجليك في المغرب وانت كتنتف بحال شي دجاجه، ملي كتحط رجلك في المغرب يعني غير كدوز الحدود كيبدا النتيف. ما غاديش نقول النتيف بالنسبه للحكومه، المسائل هذيك راه نتوما عارفينها، بالنسبه للجمارك، بالنسبه للجدرميه في الطريق، بالنسبه للبوليس وسط المدينه، بالنسبه غير صحاب الباركينغات، غير صحاب الباركينغ خصك تخرج معاك 100 درهم في النهار غير ديال الباركينغ. المهم حنا ماشي مشكل، هذا ماشي الموضوع ديالنا اصلا، لان هذا غير واحد العوامل اللي كيجعلوا انه الناس تكره انها تقضي العطله الصيفيه ديالها في المغرب. ولكن الموضوع المهم اللي جاي نتكلم عليه اليوم هو انه ملي كتنزل مثلا انت بعائله ديالك المغرب بالسياره مثلا، كتولي خدام انت معاهم شيفور. كيف ذلك؟ ذلك هو ان عندنا واحد السيد قال جاب واحد القرار، ما عرفت شكون هذا السيد بعدا، واش وزاره النقل ولا ما عرفت شكون، انه الا دخلتي الطوموبيل السياره ديالك دخلتيها وعشرتي، ماشي عشرتيها، المهم خديتي ديك الورقه الخضراء كيسميوها ورقه الاستيراد، حتى شي واحد حتى شي فرد من العائله بما فيهم الزوجه ديالك عنده الحق يسوق ديك السياره. اوكي ما كاين حتى شي مشكل. ولكن شنو هما العوامل اللي كيرجعوا على هذه المساله هذه؟ انني غادي نخدم انا شيفور مع وليداتي، يعني انا لا بغيت نمشي مثلا نشوف الاصدقاء ديالي في القهوه ولا ولاد الحومه ولا اصدقاء الدراسه، خص المراه ديالي ممنوع عليها تسوق السياره، خصني انا نوقف تما باش نوصلهم للبحر، نوصلهم لابيسين، نمشيو زياره عائليه، المهم خصني نكون انا معاهم. اما الا مشات هزاتها مراتي ولا هزها خويا مشى يوصلهم ولا شي حاجه، يعني غنخلصوا واحد الغرامه اللي كتراوح على قالوا 10000 درهم 60000 درهم، ممكن واحد شنو كيقول. المهم هو ليسونسيال كاين غرامه، واخا تكون ديك الغرامه غير 50 درهم، والمشكل ماشي هو الغرامه ديال 50 درهم، كيوقفوا لك الطوموبيل وتنزل منها ويجيبوا الديباناج يديها على ما تجي انت عاد تاخذها. كنظن انا هذا السيد هذا اللي جاب هذا القرار هذا ما عنده واقيلا حتى شي علاقه بقانون السير، لان كيفاش انا غادي نجيب على الاقل عطونا غير دخلتيها انت والزوجه ديالك، انت عندك الحق تسوقها انت والزوجه ديالك ماشي مشكل. ولكن الا انت اللي تسوق هذيك السياره لانها داخله في الاسم ديالك، هذا راه كنعتبر واحد القانون اللي غير منطقي، ماشي نقول غير شرعي ولكن غير منطقي انك تدخل واحد السياره وما تكون انت هو الشيفور ديال ديك السياره اللي العطله ديالك كلها تبقى انت تسوق بهم وصلهم ديهم هنا جيبهم هنا فين ما بغاو يمشيو، ما عندكش الحق الزوجه ديالك ولا الاخ ديالك ولا الا كان عندك حتى شي ولد كبير ولا بنت كبيره انهم يسوقوا ديك السياره لانها داخله في الاسم ديالك. ولهذا كنطالب من هنايا باسم تلفزيون الجاليه المغربيه من سويسرا، كنطالب بانهم يشوفوا النظر ديال هذا القرار هذا ويعاودوا النظر فيه ويشوفوا لنا شي حل، ولا غادي نوليو دايرين واحد المقاطعه اخرى وهي مقاطعه العطله الصيفيه بالمغرب.
لان ما يمكنش انا غادي نهبط انا ونخدم انا شي فور انا على مراتي وولادي، ما يمكنش. خصني انا نمشي نشوف اصدقائي، نمشي نلعب كارطه، نمشي نلعب، ماشي نبقى ديما انا نقابلهم وصلهم. الا بغاو غير يمشيو للمارشي يتقداو شي حاجه، خصني لا انا نمشي نوصلهم ونجيبهم. ما عندهمش حق يهزوا الطوموبيل يمشيو بها للمارشي يتقداو ويرجعوا. اذن هذا كنشوف هذا المنطق هذا غير عقلاني، وكنطالب بانهم يعيدوا النظر في هذه المساله هذه، لان راه العواقب غتكون عواقب وخيمه الا مشاو حتى الجاليه المغربيه بداو ينقصوا من السفر الى الديار المغربيه، لان هذاك بلادنا وحنا كنبغيوه وغادي نبقاو كنبغيوه وغادي نبغيوه لولادنا. ولادنا ان شاء الله غيبغيوه لولادهم، وما كاينش شي واحد غادي يكرهنا فيه ان شاء الله بحول الله. المهم بارك علينا داك الشيء اللي داير لنا الخطوط الجويه الملكيه المغربيه، يعني بارك علينا بداك الاثمنه وداك الاسعار اللي دايرين لنا والتحكم وهذا بزاف، يعني بزاف، والخدمه ناقصه في وسط الطياره. وهذا موضوع ثاني غنتكلموا عليه ان شاء الله المره الجايه. ولكن الموضوع ديالنا هو انه انا الا هبطت انا ومراتي في الطوموبيل عندي الحق نسوقها، وهي كذلك عندها الحق تسوقها، وما عند حتى شي واحد الحق يجي يوقفها في الطريق وينزلها من السياره ويقول لها جيب ديباناج وتخلص هي غرامه. الله يجزيكم بخير وشكرا، وحنا غادي نجيبوا لكم الاراء ديال المغاربه الثانيين، وشكرا.